ربنا عادل، مش هيحاسبك على جهلك لكن هيحاسبك على إهمالك في طلب العلم. في فرق كبير جدا من إنك تكون مش عارف علشان مفيش طريقة وصلتك بيها المعلومة، وبين إنك تكون مكسل أو متكبر أو مش مهتم بإنك تعرف وتعرف الصح من الغلط. ربنا سبحانه وتعالى عادل ومش هيحاسبك على حاجة ما تعرفهاش أو ما قدرتش توصلها، لكن السؤال اللي هنتحاسب عليه بجد هو ليه لما كانت في طرق للعلم والمعرفة متاحة إحنا ما تعبناش نفسنا عشان نعرف؟ ليه لما كان في ناس بتنصح وتوجه إحنا استكبرنا ورفضنا نسمع؟ ليه لما كان في وقت وجهد ممكن نبذله في إننا نفهم ديننا ودنيتنا صح إحنا ضيعناه في حاجات تانية؟ ربنا مش هيسألك ما كنتش عارف ليه لو ما كانش في سبيل للمعرفة، لكن هيسألك ليه ما كنتش بتسأل، ليه ما كنتش بتقرأ، ليه ما كنتش بتحاول تفهم. العلم نور والجهل ظلام. ربنا وهبنا عقول نقدر بيها نفكر ونسأل ونعرف ونتعلم. التقصير في استخدام العقل ده في طلب العلم هو اللي هنتحاسب عليه. فما تكسلش تسأل، ما تستكبرش تتعلم، وما تضيعش وقتك في حاجات تبعدك عن المعرفة الحقيقية. ربنا هينور طريقك طول ما انت بتسعى في انك تعرف الحق وتعمل بيه.